السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو بتاعي. طبعا أنا عارف أنا بقالي فترة كبيرة والله مقصر في حقكم في الفيديوهات وفي اللايفات، بس والله يا ربنا يعلم الواحد كان في ظروف صحية صعبة جدا وظروف نفسية أصعب. فالحمد لله يعني الواحد بدأ يتعافى شوية من الحاجات اللي كانت فيه دي، وإن شاء الله هنرجع بقى نرجع الفيديوهات بتاعتنا تاني زي ما كانت، نرجع اللايفات بتاعتنا تاني. وانا بعتذر لكل الناس اللي انا ما كنتش برد على الكومنتات بتاعتها، والله ربنا يعلم يعني الظروف اللي كانت عند الواحد، وانا عارف ان احلى اخوات في الدنيا هتلتمس لي العذر في الشيء ده. تمام، مش عايز اطول عليكم بقى في الجزئيه بتاعت الترحيب والكلام ده، نخش في موضوع الفيديو على طول. النهارده يا باشا هكلمك في ايه هي الطرق القانونيه والشرعيه اللي حضرتك تقدر تحصل بيها على الجرين كارد. تمام، سواء داخل بقى فيزيت سياحه ايا كان. النهارده هحاول اعمل لك لم شمل كده، تمام، كامل للطرق القانونيه اللي حضرتك تقدر تاخد بيها الجرين كارد والاسهل. تمام. طيب من غير ما اطول بقى، يلا بينا يلا بينا. اول حاجه حضرتك تقدر تاخد بيها الجرين كارد وهي اللوتري، اللي هي الهجره او القرعه العشوائيه. دي حضرتك لو اتقبلت فيها بتروح بتعمل المقابله بتاعتك في السفاره عادي، بتاخد الفيزا بتاعتك لمده 6 شهور. اول ما بتخش جوه بتعدل وضعك، الموضوع سهل جدا جدا جدا، اكتر يعني اسهل مما تتخيل. ومفيش اي تعقيدات ولا في اي حاجه من الحاجات دي، لان انت اساسا بتكون دافع تمن كمان الجرين كارد. تمام، فهي بتبقى هناك حوار شويه اوراق بتخلصها، وبتاخد الجرين كارد بتاعك. وبعد 3 سنين ليك الحقيه ان انت تاخد الباسبور الامريكي. يبقى رقم واحد هي اللوتري. رقم اتنين، بسم الله ما شاء الله بقى، للناس اللي هي معاها فلوس وتقدر تستثمر، فلو معاك 800 ألف دولار تقدر تفتح استثمار هناك في أمريكا. في بالعربي كده يا باشا، بلغتنا المصرية، في كلمة إلا كلمة، بتاخد الجرين كارد أنت وأسرتك كلها. فالطريقة رقم اتنين، لو أنت شخص متيسر الحال جدا، معاك مبلغ 800 ألف دولار تقدر تستثمر بيه في أمريكا، بتاخد الجرين كارد أنت والأسرة بتاعتك كلها. رقم 3، وهي طبعا ان انت دخلت امريكا بفيزا سياحة وقدمت على اللجوء، واللجوء بتاعك اتقبل، فبعديها بتاخد الجرين كارد. بس طبعا حتة اللجوء دي هي الابعد زمنيا طبعا، لان هي الكيس بتاعتك بتاخد من 3 سنين ل5 سنين. حالات نادرة جدا جدا بتكون أقل من كده، بس هي المتوسط كله بيكون من 3 سنين ل5 سنين. ولو القضية بتاعتك اتقبلت وفعلا عندك كيس صعبة جدا والقاضي اقتنع بيها، بيديك الجرين كارد. وبعد من 3 ل5 سنين بعد ما تخلص دول، بيبقى كمان 5 سنين تقدر تاخد الجنسية الأمريكية. فاللجوء بيديك الجنسية من الآخر، يعني لو خدت الجرين قدامك 8 9 سنين تكون خدت الباسبور الأمريكي. بس دي برضو طريقة بتحصل بيها على الجرين كارد، ممكن ناس تستبعدها شوية، ممكن ناس تشوفها كويسة. الحاجة الوحيدة بس اللي بتخلي الناس بتدوس قوي في حتة اللجوء دي يا جماعة، هي حتة وأنا هقول لك عليها. تمام، اللي هي بعد ما بتقدم اللجوء ايا كان اللجوء نوعه ايه، بعد 155 يوم بتاخد حاجه اسمها السوشيال سيكيورتي والورك بيرميت. دول انت كانك مواطن امريكي بالظبط. تمام، ليك حق ان انت تفتح حساب في البنك، تشتري عربيه، تفتح بيزنس، تشتري بيت، تشتغل ورك بيرميت براحتك، تعمل كل حاجه انت عايز، تطلع رخصه، كل حاجه. تمام. فبتفضل بقى بعد ال 155 يوم دول لغايه ما تيجي ميعاد الكيس بتاعتك، انت شغال في امريكا قانوني، وبتاخد حق ساعتك قانوني، ومحدش ليه عندك تلت تلاتة كام ولا مين يقدر يقول لك ايه. دي عشان كده الناس بتستسهل الموضوع ده وتقوم جايه هوبا ايه دايسه في اللجوء. وفي حاجه برضو انا عايز اقول لك عليها بخصوص اللجوء، انت مثلا لو مقدم لجوء، تمام، وماشي في الكيس بتاعتك عادي كأنك لجوء، وبعد كده اتعرفت على واحده او كأنتي اتعرفتي على واحد وفي مشروع جواز وخلاص هتخشوا، ما حدش يجي يقول لك لا انت مقدم لجوء فما ينفعش تغير الكيس بتاعتك. كل الكلام ده هبد، ليك الحقية تماما ان انت تغير الكيس بتاعتك من لجوء لزواج. تمام. ففي ناس كتير بترحب بالموضوع ده ويقول لك يا عم الوقت كده كده هيعدي، بس انا النهارده مش بشرح قوي غير ان انا بقول لك ايه هي الطرق اللي انت تقدر تاخد بيها الجرين كارد. فرقم واحد انا قلت لك على اللوتري، رقم اتنين قلت لك على البيزنس، لو معاك 800 ألف دولار تقدر تاخد الجرين كارد انت واسرتك كلها. رقم ثلاثة هي اللهم صل على رسول الله، حول ولا قوة إلا بالله، نسيت. رقم 3 هي اللجوء. تمام.
رقم 4 طبعًا وأسرعهم على الإطلاق، وده الجرين كارد بسرعة الصاروخ، وهو الجواز. تمام، الجواز يا جماعة في حتة أمريكا وكندا وأستراليا ودول أوروبا، كل اللي أنا قُلته ده حمادة، والجواز حاجة تانية وحمادة تاني خالص. كل اللي أنا باقوله لك ده الجواز بيخلّص قبليها بأقل ب3/4 أو ضعف المدة. تمام، فالجواز لو هو فعلًا صح تمام، وأوراقك تمام وكله تمام، وأنتم فعلًا عايزين تعيشوا والقاضي اتأكد من الكلام ده كله، فالجرين كارد يا باشا بسرعة الصاروخ بالجواز. يبقى أنا كده قُلت لك على طريقة حصولك على الجرين كارد الأمريكي، سواء باللوتري أو حتى لو معاك فيزا سياحة. معاك فيزا سياحة قدامك طريقين: رقم 1 اللي هو الجواز، رقم 2 اللي هو اللجوء. رقم حاجة التانية هي اللوتري، وكلنا بنقدّم واسمع كلامي قدّم يا صاحبي، ما تسمعش الناس اللي تقول لك ما فيش حد بيكسب، ما لكش دعوة قدّم مش هتخسر أي شيء. بس مش عايز أطوّل عليكم أكتر من كده، هي دي الطرق اللي حضرتك تقدر تاخد بيها الجرين كارد، وإن شاء الله هنبدأ نستمر تاني في الفيديوهات، نرجع اللايفات والسهرة بتاعة بالليل. ما تنسوش يا أحلى عيلة وأحلى أخوات نعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو والكومنت اللطيف، وإن شاء الله هارجع أرد على الكومنتات كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.